ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بقى جايبه لكم وصفه خطيره للبطاطس. لو كانت بتتحرق معاكي او فيها عيب او الكلام ده خالص مش هتلاقيه بعد الوصفه دي. وصفه كده في منتهى الجمال والشياكه والطعامه، مقرمشه كده من بره وفي نفس الوقت طريه من جوه. حاجه كده هتحس بيها، يعني حاجة مختلفة جدا عن أي بطاطس احنا بنعملوها. بس أهم حاجة، لو أول مرة تشوفيني، أنا اسمي نورة جمال. لايك وشير واشتراك في القناة، ما تنسيش طبعا تكتبي لي الكومنتات الحلوة اللي زي ما انتوا بتكتبوا، وما تنسيش تضغطي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد مني. وبإذن الله كل حاجة جديدة توصلك. وانت كمان لو عندك تعليقات على اي فيديو ممكن تكتبي لي في الكومنتات. وطبعا لو لكم وصفة تانية ممكن تكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله هنعملوها بأقل تكاليف. والوصفة دي كمان ممكن نخزن زي ما احنا عايزين منها. اول حاجة كده نسمي الله. ومعايا الوصفة بتاعتي بطاطس، اي عدد بطاطس زي ما انت تحبي. طبعا قشرتها، ويستحسن ان انت ما تغسليهاش، عايزينها بالنشا بتاعتها. وبعد كده بقطعها بالشكل ده. او ممكن تغسليها وتنشفيها على طول، بس مش كل شويه يعني تغسليها والكلام ده. خليها هي تطلع الميه بتاعتها كده والنشا بتاعتها عشان بتبقى ممتازه جدا في الوصفه دي. قطعتها بقى شرايح بالشكل ده، يعني شرايح متوسطة، مش كبيرة ولا صغيرة. وفي نفس الوقت انت ممكن تعمليها 4 تربع، ممكن تعمليها كبيرة، وممكن تعمليها صغيرة، وممكن تعمليها كمان مكعبات. سهلة جدا، اي وصفة انت تحبيها واي طريقة. انا عملت دي تخينة شوية، ممكن تصغريها وممكن تكبريها زي ما انت تحبي. طبعا بقطعها اهي شرايح، دي هعملها صغيرة شوية زي ما انتوا شايفين كده. انا بقطع على البلانشة عشان تبقى يعني متساوية معايا. لكن انت لو تقدري تقطعيها على ايديكي وانت ماسكاها يعني بايديكي وكده متساوية، خلاص تقدري زي ما انت عايزة تعمليها. بس اهم حاجة تقطعها قطع متساوية كده. وطبعا لو مطلعتش برضو متساوية مفيش مشاكل، احنا يعني بنعمل في بيتنا مش بره. واهم حاجة ان انت هتبطلي خالص تشتري البطاطس اللي بره. طبعا عارفين ان البطاطس اللي بره احنا كلنا بنحبها، بس دي غلبتها بكتير جدا. وحاجة كده في منتهى الجمال، يعني التخزين، لأكل كده حاجة بسيطة جدا. وهتقعد معاكي أطول مدة، مقرمشة زي ما هي كده. قطعت الكمية اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص قطعتها، انا شطفتها شطفه بصراحه، وده عيب مني، انا غلط ان انا اشطفها. كانت المفروض تتشطف بس اول ما نقطعها، بس ما فيش مشاكل. انا شطفتها شطفه بسيطه. وبعد كده معايا الحله على النار. ليه؟ ان احنا بنحط الحله على النار وبنحط فيها ميه، علشان هنسلقها نص السلقه، مش كتير يعني، الا ربع كمان، يعني ما تبقاش كتيره. حطيت نص الحله ميه، حطيت 3 معالق خل كبار، حطيت معلقه كمون كبيره، ومعلقه شطه. طبعا انت لو مش عايزه تحطي شطه بلاش، عايزه تحطي عادي. حطيت بقى معلقتين ملح كبار على حسب كميه الميه بتاعتك طبعا، وكميه البطاطس زي ما تكون موجوده عندك. طبعا الطريقه دي يا جماعه ما بتخليهاش تتحرق منك خالص، حتى لو البطاطس نوعها اللي بيتحرق. استحاله بعد الوصفه دي تتحرق منك، ولا هتحس بفرق خالص، ولا هتحس انها طعمها متغير عن البطاطس التانية. طبعا قلبتها تقليبه وسبتها تغلي، الميه لازم تغلي كده. بعد كده بنزل فيها البطاطس بالشكل ده، واحده واحده. بس اهم حاجه عشان ما تتلسعيش من حاجه ولا الكلام ده، بالراحه خالص على مهلنا، احنا بنعمل واحده واحده. نزلت بكمية البطاطس يا جماعة الطريقة دي بجد لو جربتوها مرة استحالة تنسوها خالص. يعني هتبقى دي وصفتكم دايما للبطاطس الصوابع المحمرة دي. طبعا هنسيبها تغلي غلوتين كده على النار لحد بس ما تستوي شوية. مش عايزينها تستوي اللي هي تتكسر من بعضها بطريان جامد، لا، احنا عايزينها تبقى برضو لسه فيها سنة نشفان، اللي هو لسه ناشفة. انا مش بسلقها، دي مش بطاطس مسلوقة خالص، لا دي بطاطس محمرة. طبعا اول ما تغلي غلوتين كده، طبعا انا بقلبها اهو في الميه، واسيبها بقى تبرد خالص براحتها، يعني لمده 10 دقايق كده كمان تبرد في الميه، تاخد طيبان شويه كمان. ومعايا كده بقى إيه طبق كده خارجي في نص، يعني كوبايه ونص من الميه البارده العاديه اللي لسه من الحنفيه. بصوا يا جماعه فيها طريان شويه، بس هي برضو ماسكه نفسها خالص ومش مكسره يعني ولا الكلام ده خالص. بحطها بقى من السخن للساقع بالشكل ده. بطلع الكمية بتاعتي كلها. طبعا هتبقى فيها يعني سنة نعومة شوية، هي دي النشا بتاعتها. ما حطيتش في الوصفة دي زيت خالص، الا لما احمرها بقى طبعا.
ممكن كمان يعني هتبقى تحفة لو حطيتيها في صينية كده وحطيتيها في الفرن تنشف مع في الفرن برضو ببهارات وسقطة زيت بسيطة كده. طبعا هتحسي برضو بفرق، يعني الناس اللي ما بتحبهاش في الزيت يعني وكده، طبعا دي طريقة برضو هتبقى حلوة. طلعت بقى الكمية كلها كده من المية وحطيت الزيت عشان يسخن. طبعا الزيت بيسخن براحته خالص، بعمل تيست كده واحدة ولا اتنين، بشوف الزيت قدح وسخن زي ما انا عايزة ولا لا. بلاقيه سخن خلاص زي ما انا عايزة، بنزل بكمية البطاطس بقى بتاعتي كلها عشان تتحمر. اهم حاجة بس خدي بالك علشان ما تتلسعيش ولا اي حاجة. بحط بقى كمية البطاطس اللي موجودة طبعا بالشكل ده يا جماعة. تخزنيها بقى قبل ما تحطيها في الزيت، خزنيها، ممكن تسيبيها تبرد بقى في المية بتاعتها وبعد كده تحطها في اكياس نفس الخارجية بالظبط، نفس اللي انت بتشتريها من السوبر ماركت اللي هي نية دي، عشان تبقى سريعة التحضير. هي دي وصفتها بالظبط، مش هتحس بفرق، هما الاتنين نفس الطعم. اهو دي مراحل التحمير بتاعتها، شويه بشويه، مش بتتكسر ولا بتفتفت ولا اي فتفوت خالص منها، لانها مش طيبه جامد. البطاطسايه ماسكه نفسها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دي مراحل، كل شويه بقلب فيها علشان كله يتحمر. تفضلي طبعا تقلبي فيها، مش تقليب مستمر ولا حاجه. انا بفصل الكاميرا وبسيبها شويه تتحمر وبعد كده برجع اشغل الكاميرا وبعد كده برجع اقلبها. طبعا كده بصوا يا جماعه اتحمرت اهي لحد ما خدت اللون الذهبي اللي معايا. طبعا عايزه تطلعيها بيضه شويه، عايزه تطلعيها تحمير شويه زي ما انت تحبي، بس انا بوريكم انها ما اتحرقتش معايا ولا فيها اي حاجه خالص. ممتازه جدا 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 بصراحه الوصفه دي. وطبعا الطعم لا يوصف عليه، ان احنا حطينا بهارات والخل. طبعا سنه الخل دي خلتها حلوه قوي. ممكن كمان تحطي معاها على فكره نص ليمونه، هتخلي طبعا طعمها حلو. بصوا يا جماعه البطاطس طالعه ما فيهاش غلطه بجد، مقرمشه من بره وبصوا من جوه عامله ازاي. تحفه، تحفه بجد، طيبه جدا وحاجه كده في منتهى الحلاوه والجمال بجد. وبألف هنا وشفا بجد اللي يجربها. الصباع زي ما هو يا جماعه ماسك نفسه، ما فيهوش اي حاجه. طبعا انت اول ما تخرجيها من الزيت ممكن تحطيها على مناديل او تحطيها في مصفاه، يعني زي ما انت تحبي علشان تصفي الزيت اللي فيها. والطعم بقى خرافة، خرافة بجد. يعني مش هينفع اقول لكم الطعم غير لما انتوا تجربوها وتشوفوها بجد اذا كانت حلوه ولا لأ. بس انا بجد متاكده يعني لو جربتوها هتحسوا بفرق 100 مره ان انتوا عملتوها نفس بتاعت بره. طبعا هحط بقى كده شويه كمون وشويه ملح زي ما انت تحبي. طبعا ممكن تحطي كاتشب ومايونيز، ممكن تحطي شويه سنه شطه كمان زي ما انت تحبي. بطاطسك بقى وانت حره فيها وبالف هنا وشفا، وبجد هتحسوا باختلاف لو جربتوا الوصفه. كده يكون الفيديو بتاعي خلص. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتضغطي زر الجرس وتكتبي لي كومنتات حلوه زي اللي انتوا بتكتبوها. باي.